نفسك يا ماما، انا اتاخرت على المحاضره، لازم اكل بسرعه. ربنا يوفقك يا حنان يا بنتي. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا حنون. بقول لكم ايه، انتوا عارفين طبعا اهل مراتي جايين النهارده، ممكن حضرتك تتاخر شويه وما تنزلش بالليل غير اما تقابلهم؟ ممكن طبعا، بس على الله بقى هم ما يتاخروش. وانت يا حنان؟ لا لا مالكش دعوه بحنان، حنان دي حياتي روحي، وبعدين هتنزل تروح فين؟ ما قاعده بالذاكر. راح سلم يا اخويا. نعم. انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ اللي قول لي بقى، هي الزياره دي يعني ليها سبب ولا كده يعني؟ الله اعلم يا اختي. باي باي. خدني معاك يا ابني عشان نفتح. وانت يا حنان؟ ايه يا بابا؟ جايه معانا؟ لا يا بابا، انا قدامي شويه حاجات كده لسه عايزه اوضبها. ماشي. شوف يا اخويا البنت اللي بتقول مستعجله. لا دي حنة دي حياتي وروحي وقلبي. خدي راحتك يا حنة، سيبيها على راحتها. دوكا بياتي يا حنة. دوكا يا حبيبي. حنة حبيبي. مع السلامه يا حاج. انا مش عارفه ايه اللي مسربعه على الجوازه دي. ما كان يستنى لغايه ما تجيله واحده تنطقه. يعني ايه واحده تنطقه يا بنتي؟ يعني واحده مريشه يا ماما. ولا هو بقى عايز يتجوز واحده عشان هما الاتنين يشحتوا سوا. يظهر انه مؤمن قوي بمبدأ خدوهم فقر يغنيكم الله. وده مثل وحش برضه يا بنتي، حرام عليكي. شوفي يا ماما يا حبيبتي، الفقير لازم يتجوز غنيه، والغنيه لازم تتجوز فقير، هو ده العدل. والغنيه دي بقى ان شاء الله هتاخد اخوكي ده على ايه؟ على عبطه ولا على هبله؟ لا يا ماما لا، على جماله، على شياكته، على شعره. واذا كان بقى هي يا بنتي عندها واحد من توبها وفيه كل المواصفات دي، هتعمل ايه؟ توب ايه يا ماما وجلاليب ايه بس؟ الانسان ما بتجيلوش الفرصه غير مره واحده بس، لو معرفش ينتهزها صح عمرها ما هتجيله تاني. فرصه ايه وانتهزيت ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. انا قصدي يا ماما انه لو كان يستنى لغايه ما تجيله الفرصه لحد عنده، كان زمانه لقى فرصه تطلعه لفوق، بدل ما هو عايز ينزل تحت في البدروم. ساعتها بقى لازم يركب اسانسير. اسانسير؟ اسانسير ايه يا بنتي اذا كان بيتنا اصلا ما فيهوش اسانسير؟ شفتي اديكي قلتي ما فيهوش اسانسير، يبقى كان يستنى لغايه ما يركب له. طب يا بنتي اخوكي هيجيب فلوس منين؟ اديكي قلتيها يا ماما، يجيب الفلوس لما الفرصه تجيله لحد عنده، ساعتها يقدر يجيب كل اللي هو نفسه فيه، العربيه والاسانسير والعزبه وكل اللي بيتمناه. اساليني انا ولا اقول لك، ولا تساليني بقى ولا اسالك؟ انا همشي خلاص، باي باي. والنبي ما انا فاهمه حاجه، هي بتقول ايه؟ بس برضو العلم بيفتح المخ. عم مصطفى ها. شكرا يا جماعة، احنا جايين النهاردة عشان نحدد ميعاد الفرح. بنتي مكتوب كتابها بقالها 4 سنين دلوقتي. يا عمي الشقه اللي انا بجهزها في مساكن العرايس لسه ما خلصتش. احنا قلنا يعيشوا معانا هنا، قلتوا لا. لا والف لا، بنتي لازم لها شقة لوحدها. ايه بس ما تصلوا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. اهدى بس كده يا عمي، الكلام اخد وعطا. وبعدين دي ظروف الدنيا كلها يا عمي. ظروف الدنيا دي كلها اسيبها واخلي بنتي قاعدة جنب مني؟ اسكت خالص؟ ان شاء الله هتتحل. تتحل ازاي؟ فهمني. طب ما تاخدهم يا عمي يعيشوا معاكم. يعيشوا معانا فين يا بنتي؟ انا الشقة كلها عندي قد كده، بتحرك فيها بالعافية. وده ما كانش اتفقنا. والله ادي الله وادي حكمته، مش بدل ما تقعد 4 سنين كمان. يا ريت تريحي نفسك وتسكتي شويه. لا واسكت ليه؟ هو ده مش اخويا برضه؟ وده مش جوزي برضه؟ انا ما قلتش لا. ما تسكتي يا حنان. واسكت انا ليه؟ واشمعنى انا اللي خلاص؟ ما تكونش هي اللي خلاص. لا حول ولا قوه الا بالله، هو العريس وانا العروسه وبنناقش حياتنا. اسكت انا ازاي يعني؟ وتتكلمي انت ليه يعني؟ مش كده يا بنتي، ما تزعليش قوي كده. حنان قصدها المصلحة. مصلحة اخوها طبعا. ها؟ امال مصلحتي انا؟ الله، ما هي المصلحة واحدة، هو انت هتتجوزي واحد تاني؟ تصدقي بقى انا غلطانة فعلا ان انا قعدت في القعدة دي، عن اذنكم. يا سلام يا سلام، دي عصبية قوي، وانا كمان زيها واكتر. ده كده نعمل قفلة. لا قدر الله يا علي. طولي بالك يا بنتي. حاضر، طولت بالي. سكت. اهو اتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه يا بنتي؟ الكلام عندهم هم. كله هيتحل ان شاء الله، نقول يا رب. بيسعدني ويحقق لي كل احلامي. وبعدين بقى عمر هو الولد الوحيد اللي في العيله، يعني هو الوريث الوحيد لكل املاك ابوه وامه، هو واخته. وبعدين كمان لازم تعرفوا ان ابوه وامه في خلاف مستمر، يعني عمرهم ما هيجوا. حرام عليكم بقى، حرام عليكم تضيعوا مني فرصه زي دي. جرى ايه
وعايزه تلحقيها قبل غيرك ما ياخدها من ايدك، عايزه تاخدي الواد من غير اهله. ازاي بس؟ الله، انت مالك اصلا؟ انت مالك؟ انا مش قادره افهم، انت دايما محروقه مني ليه؟ حنان بطلي قله ادب، عليا بتتكلم لمصلحتك. والله انا عارفه مصلحتي كويس قوي من غيرها. تصدقي بقى انت غبيه وما بتبصيش غير تحت رجلك بس. خلاص اديتي له الحقنه، عرفتي تولعيها نار يا اختي. اما انك بجحد صحيح. انا برضو بجحة يا ام لسان طويل انت. كفايه بقى كفايه. هو البيت ما فيهوش رجاله ولا ايه؟ ما قلنا خلاص على الاقل تبطلوا خناقه في وجودي. انا غلطانه اني بتدخل في مصلحه واحده زيك؟ انا مالي؟ ما اللي يتجوز يتجوز واللي يتطلق يتطلق. اوام عملتيها طلاق؟ لا بجد ما شفتش واحده في حياتي حقوده زيك. حقوده؟ انا حقوده. اصل انا نفسي اتجوز، انا لسه ما اتجوزتش. ولا اقولك نفسي اتجوز يا عمر. ما انا خلاص عدمت المحروس اخوكي. ليه؟ هو لو عمر فكر يتجوز واحده زيك انت؟ صدقي بالله انت قللت الادب. لما ابقى اموت تبقى تمد ايدك على اختك. انا قدامك اهو حي ارزق، فاهم ولا لا؟ انا متاسف يابا، غصب عني، ربنا يديك طولة العمر. ربنا يخليك لي يابا وما يحرمنيش منك ابدا. بقول لكم ايه؟ معلش. مساء الخير. مساء الخير يا بنتي، مساء الخير. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في عيد ميلاد واحده صاحبتي. قلت لمين ان انت رايحه عيد ميلاد؟ عيد ميلاد بقى، جه كده فجأة. فجأة مع الواد الصايع بتاعك؟ حصلت يجي يوصلك بعربيته لحد باب البيت بعد نص الليل. مش احسن ما يسيبني لوحدي اقعد اتهرمط في التكاسي لوحدي؟ يا سلام، شوف يا اخويا عم بتتكلم عادي ولا كأنها غلطانه. والنبي تسكتي انت شويه. اسكت على ايه؟ اسكت على غلطك؟ ما هو هيجي يا حبيبتي على دماغي انا واخوكي. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ كنت شايفاني جالكم الكباريه ولا داخله في ايد البوليس؟ الحق الحق الحق، اختك عايزه توصلها لكده. بقول لك ايه، اشكمها اديها على دماغها. الصنف ده اللي يسكت له يتيح. بقول لك ايه، تعرفي تسكتي انت خالص وتسيبيني انا واخويا نتصافى سوا؟ اسكت انت عليا، انا هتكلم معاه. يا سلام يا اخويا، ما انت بتيجي لحد عندها وتنخ. انا بجد مش فاهماكي، انت ما بتصدقي تشبعي الجنازه وتقعدي تلطمي؟ انا مش فاهماكي، انت بتشتغلي قبل كده ايه معدده؟ صدقي بقى انت بنت قليله الادب. عيب عليا. يا عيب يا هليه، هو ده يا حبيبي اللي ربنا قدرك عليه. طب مد ايدك اتشجع.